لو الإنترنت قطع بتحس نفسك كأنك في العصر الحجري. طب إيه رأيك بقى إن الإنترنت كانوا أصلا اخترعوه علشان الحروب مش عشان اللايفات ولا الميم؟ القصة بدأت في السبعينات في أمريكا في مشروع اسمه أربون. كانوا عاملينه عشان لو حصل حرب كمبيوترات تفضل متواصلة وتتبادل المعلومات. ولكن اللي حصل المشروع خرج عن الجيش والجامعات استخدمته، وبعدين الدنيا كلها بقت اونلاين. اما بقى في التسعينات ظهر الويب والايميلات، ومن هنا الانترنت بقى عالمي وبيجمع الكوكب كله. يعني تبعت رسالة لواحد في اخر الدنيا اسرع من انك تنادى اخوك في الاوضة التانية. طبعا الانترنت المحدود ملوش دعوة بالموضوع ده. النهاردة الإنترنت مش بس وسيلة تواصل، ده اقتصاد كامل. تجارة، شغل، إعلانات. في بلاد بتعتبر إن الإنترنت حق أساسي زي الكهرباء والمية. يعني اختراع بدأ الحرب وانتهى لوسيلة ضحك على ميمز قطط. قولولي بقى، تقدروا تعيشوا يوم كامل من غير إنترنت؟ كنت معاكم في الدولاب.